نتفليكس عملت مسلسل أخد تقييم 94% على روتن توميتوز و8.5 على IMDb عن رواية باعت أكتر من 50 مليون نسخة 100 عام من العزلة. فده ملخص للرواية للناس اللي ما عندهاش وقت تقرأ. اعمل سيف للفيديو عشان ما تنساش وتعال احكي لك. القصة بتحكي عن خوسيه ومراته أورسولا اللي كانوا عايشين في كولومبيا لحد ما خوسيه بيقتل واحد في خناقة ويفضل شبح القتيل يطارده، فبيهرب بزوجته لمكان بعيد جنب نهر. مع الوقت هيبني مدينة في المكان اللي انعزل فيه بعد ما حلم بيها ويسميها ماكوندو. مش بيربطهم بالعالم إلا مجموعة من الغجر بييجوا كل فترة يعرضوا عليهم الاكتشافات العلمية والتكنولوجيا الجديدة. خوسيه ده كان الجيل المؤسس للمدينة. مراته ما كانتش موافقة انها تخلف لان النبوءة بتقول ان اولادهم هيتولدوا بديل خنزير، لكنهم يخلفوا 3 ابناء هيبقوا الجيل الثاني. هيتخانق واحد منهم مع الحكومة الكولومبية ويدخلوا في حرب اهلية لمدة 20 سنة ويسيب حكم المدينة لاخوه الدكتاتور، لكنهم يخسروا الحرب واخوه يتعدم. المسلسل 16 حلقة باللغة الاسبانية. مؤلف الرواية ما كانش موافق انها تتحول لعمل تلفزيوني لانه ما كانش متخيل ان حد هيقدر يحول النص ده لعمل متشاف زي مشاهد الطاعون وقصص الحب. الروايه بتحكي عن 6 اجيال وكل مرحله بتحكي عن التحديات اللي بيعيشها الجيل ده اللي بيكون معاصر لظروف مختلفه، زي ان مع الوقت المدينه هيدخلها القطر والمصانع وتبقى صاخبه، ويقرر واحد من الاسره يقود عمال المدينه في اضراب كبير، لكن الحكومه تجمع كل العمال في وسط المدينه ويفتحوا عليهم النار ويقتلوهم عشان يفضل شبح العمال يطارده. الروايه بتحكي عن تتابع الزمن والعزله والتحولات السياسيه والواقع الممزوج بالسحر. قول لنا لو كنت من سكان المدينه المنعزله دي، كنت هتحب تفضل منعزل ولا تندمج مع العالم؟